بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم من جديد. النهاردة كانت مباراة مهمة للنادي الأهلي، واستطاع الفوز على نادي طلائع الجيش، النادي العنيد، بهدفين مقابل هدف ل أحمد عبد القادر وعمرو السولية. مستر كولر النهاردة يعني نقدر نقول رغم النهاردة كانت مباراة صعبة للنادي الأهلي، لكن مستر كولر عمل تغيير او توليفه بين لاعبي النادي الاهلي ما كانتش موجوده ايام بيتسو موسيماني او الشهير بالحاج موس او سوارش. ايه هو اللي عمله؟ اللي هو الضغط على الخصم، سواء ضغط متقدم، سواء النادي الاهلي فايز او متعادل او مهزوم، بيعمل ضغط متقدم طول المباراة، وده كان بيفتقده النادي الأهلي في السنة اللي فاتت. لكن بالفعل مستر كولر طور من أداء لاعبي النادي الأهلي في النقطة ديت. طب إيه اللي حصل كمان برغم الضغط المتقدم؟ إلا أن النادي طلائع الجيش حاول باستماتة التعادل مع النادي الأهلي، لكن استطاع لاعبي النادي الأهلي بالعزيمة إنه يحقق العلامة الكاملة ويصبح النادي الأهلي رصيده 12 نقطة من 4 مباريات، ويتصدر قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. كمان زود معدل اللياقة البدنية للاعبي النادي الأهلي، وده واضح فعلا للجميع أثناء مباريات النادي الأهلي الأخيرة. طيب إيه اللي حصل كمان النهاردة في الكرة المصرية بعد تصدر النادي الأهلي؟ ومش هنبعد كتير، لكن هنروح مونديال قطر كاس العالم 2022، ودي النتائج الاخيره النهارده. رغم فوز المنتخب القوي الاسود منتخب الكاميرون على منتخب البرازيل بهدف لابو بكر، وكمان للاسف الشديد خرج نادي او منتخب الكاميرون من البطوله. لكن هقول لحضراتكم سريعا بقى المباريات في دور ال 16 المنتخبات بالتالي. هولندا هتلاعب امريكا، ودي هتبقى مباراه قويه جدا. المنتخب امريكا منتخب برضو ايضا سريع وقوي، ومنتخب هولندا اصبح الان بينظر للبطوله بكل قوه. كمان الارجنتين هتقابل استراليا، برضو استراليا فريق عنيد، والارجنتين رغم الهزيمه من في اول مباراه لهم من المنتخب السعودي، الا ان منتخب الارجنتين ما زال به ميسي. ايضا كمان مباراه والاروع هنستمتع اكيد بيها كلنا، انجلترا هتقابل السنغال، مباراه قويه جدا جدا جدا. كمان فرنسا وبولندا، اسبانيا ومنتخبنا المغرب الشقيق، ومباراه للتاريخ ان شاء الله يتاهل منتخب المغرب ويفوز على اسبانيا. كمان اليابان وكرواتيا، البرتغال وسويسرا، واخيرا البرازيل وكوريا الجنوبيه. كل التوفيق للمنتخبات، وخاصه المنتخب المغربي الشقيق ومنتخب السنغال، المنتخب الوحيد الان من قاره افريقيا. كل التوفيق ايضا للكره المصريه فيما هو قادم، ونتمنى ان يستمر الدوري المصري وعدم التوقف مرة أخرى، لأن ده بيأثر بالسلب على الأندية المصرية، وده شفناه من مباراة الزمالك أو مباراة الأهلي. والنهاردة أيضا كمان النادي الإسماعيلي تلقى هزيمة من سموحة 1-0، وللأسف أصبح نادي الإسماعيلي في مركز متأخر في الدوري الممتاز، و الاسماعيلي ما يستحقش كده. لكن للاسف الشديد القائمين على نادي الاسماعيلي والدراويش مش بيفكروا في الكوره على ما اعتقد اول مباراه، قد ما هم بيفكروا في مصالحهم الشخصيه وعنادهم الرهيب في النادي الاهلي، وان الاهلي سبب من اسباب هزيمه الاسماعيلي بان هو ما بيلعبش في الاسماعيليه. ما اعرفش ازاي، بس هو ده اللي بيقولوه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.